رزقنا جميعا يا رب. لما تسعي على حاجه زي دي كده وربنا يكرمك ويرضيكي فيها اهمت. ما شاء الله البطه دي كانت راقده على بيض فراخ بس يا جماعه، وقلت لكم ان انا ان هي ما كانتش بايضه عدد بيض كتير، وكنت شلت البيض حطيته للبطه اللي جنبها. ما كانتش بايضه عدد بيض كتير ليه؟ لان بعد 9 ايام من بيضها الوش الاولاني لقيتها رجعت تبيض تاني. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل وصباح الخير والرزق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. يعني احلى رزق واحلى خير لما بيكون عندك كده المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله ما شاء الله عليهم. الفراخ ديت ما شاء الله ما شاء الله بكون مبسوطة بيها جدا جدا. ليه؟ لان حاجة انا تعبت عليها وصرفت وكلفت ورعيت والحمد لله. دي طبعا كتاكيت طالعه من جمع بيض الفراخ اللي عندي. يعني الفراخ بتبيض بجمع بيضها، بحاول استكبر حجم البيضه. بس المره دي كنت يعني جبت بطين من الفراخ اللي هي مبشره عندي بقالها شهرين ونص 3. المفروض ان حجم البيضه بتاعتهم كبر بقى شويه، فقلت اجرب كسر الديك اللي معاهم لان دول في اوضه والعتاق الكبيره في اوضه تانية. فلقيت الحمد لله الحمد لله طلعوا لي برضو كتاكيت اهيت ما شاء الله عليها. بس طبعا للامانه البيضه اللي حجمها صغير بتطلع الكتكوت حجمه صغير شويه عن بقيه اخواته. البيضه اللي حجمها كبير بتلاقي الكتكوت بتاعها حجمه كبير. ما شاء الله شايفين في كتكوت ابيض اهوت ما شاء الله عليهم. ما شاء الله حاجه كده زي الفل. ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. لما تسعي على حاجه زي دي كده وربنا يكرمك ويرضيكي فيها اهمت. ما شاء الله البطه دي كانت راقده على بيض فراخ بس يا جماعه، وقلت لكم ان انا ان هي ما كانتش بايضه عدد بيض كتير، وكنت شلت البيض حطيته للبطه اللي جنبها. ما كانتش بايضه عدد بيض كتير ليه؟ لان بعد 9 ايام من بيضها الوش الاولاني لقيتها رجعت تبيض تاني. يعني كانت مطلعه ما شاء الله بط، وببص لقيتها بعد 9 ايام باضت ما غابتش. يعني لو كانت باضت مثلا بعد 14 يوم او 21 يوم كان زمانها كونت عنقود بيض كتير. بس هو رزق لينا علشان نرقدها على بيض فراخ. فالبطه ديت ما شاء الله عليها طيبه جدا. دايما البطه اللي هي الطيبه كده بتلاقوها حنينه سبحان الله، وبترقد على بيض رومي بيض فراخ اي بيض بتحطوه لها بترقد عليه. دي ميزه البطه اللي هي بتكون هاديه كده. انما البطه الشرسه بيكون صعب انك ترقديها على بيض ما هوش بيضها. دي اول حاجه. تاني حاجه ان البطه دي وزنها خفيف شويه عن بقيه البط اللي عندي. هي والبطه اللي كانت مطلعه لي كتاكيت برضو من امتى متهيألي عمرهم دلوقتي 21 يوم. هوريهم لكم برضو دلوقتي في الفيديو. يعني كان عندي بطه تانية كنت مصورها برضو مطلعه لنا شويه كتاكيت، بس كانت يومها راقده على كتاكيت وبط. هوريكم البط بتاعها والكتاكيت. برضو كانت بطه طيبه وهاديه عشان كده عرفت ارقدها على بيض فراخ وكان حجمها قليل شويه. انما البطه اللي حجمها عالي ما بعرفش ارقدها على بيض فراخ وبتكسره. وصورت ده معاكم عملي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو الجميل ده. انا على فكره مش بصور كل البط اللي بيطلع عشان الناس بس بتفكر ان انا بصور كل البط اللي بيطلع. لا انا مش بصوره كله يا جماعه. دي اول حاجه. طيب هي كده كده الافاده واحده بس هي بتبقى فرحه بالنسبه لي فبحب افرحكم معايا. دي حاجه. الحاجه التانية في كتير جدا من حضراتكم يقول لي لما الطيور عندك تفرخ يا مشاهد احنا بنفرح بالمنظر ده، ويعني يعني بنفرح لك وبنقول اكنه خير عندنا احنا. وكمان بنستفيد من المعلومات اللي في الفيديو فعشان كده بصوره. يا ريت لايكات يا ريت لايكات ندعم الفيديو بيها. شايفين بقى شكل الكتاكيت؟ الكتاكيت دي كانت بتطلع من بدري علشان برضو تكونوا عارفين. كانت بتطلع من بدري وكنت شايفاهم من اول ما كانوا نقارين. انا حتى صورت الفيديو بس مش عارفه رجعت قلت اسجل لكم مباشر كده بدل ما ما اقعد اجمع مقاطع وكده. تعالوا نشوف بقى نتيجه اللي حصل بقى. يعني شايفين هنا كده انا لقيت برضو اهو كتكوت اهو ميت. مش عارفه سرته مش كامله ولا هشوفه كده بس معاكم. تقريبا سرته ما كانتش كامله قوي مثلا. فالحمد لله ما حصل لناش نصيب في ده، وربنا يبارك في الموجود. الحمد لله. ايا كان الرزق اللي بيطلع طبعا يا جماعه معروف. دي بيضه هي
لسه ما فيهاش نقر وما فيهاش حاجه. اشوفها بس بتخرفش ولا لا. انا مش سامعه خرفشه. فطيب لما اكون بيضه زي دي مش سامعه فيها خرفشه هعمل ايه؟ هفحصها بالكشاف. لو لقيت الجنين فيها صاحي هحطها تحت البطه التانية اللي راقده هناك ده اهي. في هنا بطه تانية اهي راقده على بيض بط. المفروض ديت البيض بتاعها هيطلع يا بكره يا بعد، ولسه المفروض هشوفه خرفش ولا لا. هحط لها بيضه الفراخ دي، ووقت ما لو الجنين اللي فيها صاحي هتطلعه. يعني لو البطه طلعت في بطه تانية تطلع الجنين، ايوه عادي مفيش مشكله. لو البطه طلعت وفي بطين ما طلعوش هحطهم تحت بطه تانية وهيطلعوا. بس لو الجنين فيهم صاحي، لو الجنين فيهم صاحي هيطلع، لو الجنين فيهم ميت خلاص مش هيطلعوا. طيب دي حاجه. الحاجه التانية انا عايزه اقول لكم برضو على حاجه. يعني ممكن ارقد البطه على 20 بيضه ما تطلعش الا 15. ممكن ارقدها على 20 وتطلع ال20 او تطلع 19. فدي حاجه بقى نسبيه كده. هي دست تقريبا على كتكوت، او هو معرفش يعني هي دست عليها غصب عنها مثلا ما شافتوش بالليل ولا ايه. المهم الحمد لله ربنا يبارك لنا في دول. طيب لو البطه بتطلع عندك وطلعت النهارده مثلا 5 كتاكيت او 6 ولسه الباقيين مش هيطلعوا الا على بكره الصبح او الفجر، خلاص هتشيلي منها الناشف علشان لو سبتيه الفيران هتشده. لو سبتيه والمكان عندك بيوصل له فران، الفيران هتشده. لو المكان عندك مقفل كويس ما بيوصلوش فران، خلاص سيبي لها الكتاكيت وهي هتدفيهم. طيب انا لما اخد الكتاكيت من البطه على ما تطلع الباقي هشغل لهم لمبه عشان هيبقوا سقعانين. لو في الساعه اللي قوي هيبقوا سقعانين، وهيبقوا مثلا 4 5 كتاكيت فمش هيعرفوا يدفوا بعض. انما مثلا لو 20 كتكوت بيدفوا بعض، مش بيحتاجوا لمبه مثلا ولا حاجه. وتقفلي عليهم الكرتونه كويس، تسيبي في الكرتونه فتحه بسيطه جدا للتهويه، فخلاص. فالحمد لله ربنا يبارك لنا في دول. حضراتكم عارفين ان انا اصلا غاويه وحابه ان انا اربي فراخ اعمارها تكون مختلفه. اهو شايفين الكتكوت ما شاء الله، اهو شايفين الكتكوت ده لونه ابيض اهوت ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الكتاكيت بتطلع لون الاهالي بتاعتها يا جماعه. الكتاكيت بتطلع لون الاهالي بتاعتها. البيضه ديت بقى انا هحاول افحصها واحطها تحت البطه التانية، بس هشوف البطه التانية طلعت ولا لسه. هبتدي بقى اشيل الكتاكيت دي احطها هنا في الكرتونه اللي انا جايبها لهم دي اهيت. احطهم هنا في الكرتونه دي. الكرتونه دي انا عامله فيها فتحات اهيت من الجنب اهي زي ما احنا شايفينها، وبقفل الكرتونه عليهم كده اهي. ممكن لو سقعانين معاكي تدفلهم، تحطهم كده تحت اللمبه كده تكون عاليه كده وتدفيهم شويه، ولما يدفوا قوي بتاع ساعه، ولما يدفوا قوم قافله عليهم الكرتونه كده خالص وسايبه لهم فتحات كده من الجنب صغيره بس، وعلى كده وتسيبوهم طول الليل يدفوا بقى بعض. كده كده مدفيه لهم الكرتونه ومدفياهم. تقفلي اللمبه وتسيبوهم يناموا، والصبح بقى تشغلي لهم اللمبه، والصبح تشغلي لهم اللمبه عشان يعرفوا ياكلوا ويدفوا ولا تحت منها. هشوف البطه التانية اهم زي ما احنا شايفين كده. دي الكتاكيت بتاع البطه اللي كانت مطلعه لنا من حوالي 3 اسابيع برضو فراخ اهو. بجمع برضو فراخ وبفرخها كده زي ما احنا شايفين. وطبعا البط ده برضو كان طلع من بطه تانية، فما شاء الله كانت بطه مطلعه نص العدد اللي تحتها كتاكيت اهي. كانت مطلعه لي 9 كتاكيت وبط، وكانت مطلعه بط كمان. والبطه التانية كانت مطلعه بط بس. يعني كل بطه على حسب العدد اللي تحت منها بزود لها او ما بزود لهاش بيض فراخ، وعلى حسب الحجم بتاعها. مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. تعالوا اوريكم البطه التانية اللي راقده على بيض فراخ كده.